لماذا الغرب يأخذ علماءنا وكفاءاتنا وخيراتنا ولب ما عندنا، ونحن نأخذ سفهاءهم وعاداتهم السيئة وثقافتهم المنحلة؟ ولماذا لا نقوم بغربلة ما يأتينا منهم، فلا نأخذ منهم إلا ما يصلح لنا وينفعنا من تكنولوجيا وتطور علمي وصحي؟ لماذا منا من يتبعهم كالأغنام الشاردة ويصدقهم في كل شاردة وواردة، ويهدم كل ما يأتي منهم بشكل غبي، بل ويعتبر كل ما يفعلونه كما لو أنهم مرسلون، هم الفضلاء والأمناء والقديسين وحماة معبد الفضيلة ومدينتها الأفلاطونية. نلتقي بعد الفاصل. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم من جديد، وكل عام وأنتم بألف خير. عيدكم مبارك سعيد. من قناة مغرب أطلس نيوز، تتمة أو الجزء الثاني من موضوع الحركة الثقافية الأمازيغية. لا نريد تطرفا من أي جهة باسم المطالبة بالحقوق. نحن لسنا في دولة تهدم حقوق مواطنيها أو تقصيهم. أمتنا معروفة منذ القدم بأنها تعامل مواطنيها بنفس الدرجة. أول ما سيلاحظه المتابع للحركة الأمازيغية في المغرب والجمعيات والأفراد والمؤسسات التي تدعي أنها تدافع عن قضايا اللغة والثقافة الأمازيغية، بينما هي أهدافها غير معروفة وغير مفهومة. وما الادعاء المعنون بالابتعاد والاستقلالية عن كل ما له علاقة بالسياسة؟ ما هو إلا الاسم المروج له إعلاميا وفي شبكات التواصل، غير أنه وفي السنوات الأخيرة لاحظنا تغييرا في مسار الحركة، حيث توجهت من المطالبة بما هو ثقافي إلى المطالبة بما هو سياسي. ترى ما هي المسببات، أو لنقل ما هي المستجدات التي جعلت هؤلاء يخلطون أوراق مسارهم ويصبحون من أكثر المنخرطين في الشأن السياسي والدخول في نفق تسييس المطالب الثقافية واللغوية وإقحام حركتهم في ميدان كانوا يدعون أنهم لا يريدون حشر أنفهم فيه من خلال عنوان حركتهم المشبوهة؟ تحوم حول الحركة الثقافية الأمازيغية وأهدافها عدة علامات استفهام، ونرى كيف يستهدفون المجتمع وكل ما يخالف خطاباتهم بعدوانية وعنف غريبين، حتى أن ردود أفعالهم يتردد صداها على شبكات التواصل، ويبقى ما هو معلن وما هو مخفي من مخططات وأهداف حركتهم هو ما يحتاج إلى البحث وبالتالي الاحتياط منه. إنما يثير الريبة في نفوس المجتمع المغربي هو تدخلهم العنيف في مشروع المدونة ورفع لواء الدفاع عن حقوق المرأة من خلال تبنيهم لقرارات جمعيات حقوقية ونسائية مشبوهة وتنصيب أنفسهم كناطق رسمي باسم فرنسا. وكلنا نعرف حقد فرنسا وعداءها للمملكة المغربية، وكذلك المنظمات الغربية التي تتبنى نفس الفكر وتحمل نفس المخططات، خصوصا الموجهة ضد الإسلام، ناهيك عن الشكوك التي تحوم حول تأسيس وتمويل الحركة وخططها وفكرها، مما يثير الكثير من التساؤلات ويوضح أن هؤلاء ما هم إلا بيادق مأجورة تقدم خدماتها لتحقيق أهداف أعداء الأمة، خصوصا وأن رهبان معبد هذه الحركة رهبان معبد هذه الحركة يكذبون ويزورون ويهاجمون كل من يخالفهم، وآخر همهم ما يدعون أنهم يدافعون عنه، وهي حركة لا تمثل إلا نفسها، وأقل من 5% من أمازيغ المغرب الأحرار لا يعبر هؤلاء عن تطلعاتهم أبدا، لأن التطلعات
كل المغاربة يعمل على تحقيقها صاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وأيده. شهدت السنوات العشر الأخيرة على الساحة السياسية بزوغ هذه الحركة بالمغرب، وهي الحركة الأمازيغية كما يحلو لها أن تسمي نفسها. سبق لها وأن ظهرت في سنة 1967 بإنشاء الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي في الرباط. تعلق الأمر في تلك الفترة بالدفاع عن الثقافة والفنون، وهذه هي البداية التي يبدأون بها مشاريعهم التي لا نعرف أهدافها. شكل الواقع الدولي أساسا مهما في تفسير صعود المطالب الثقافية والانتمائية ضمن الحركة الاجتماعية في العالم، خصوصا في السنوات 30 الأخيرة، والتي وسمت بخيبة الأمل أمام الأيديولوجيات التي حركت أجيالا وأجيالا غداة الاستقلال. إنه الجيل الذي ينتمي إليه أغلب منشط الحركة الأمازيغية الحالية، أي ما يسمى بعصيد، والآخر العشاب، وآخرون، والآخر الذي يضرب في الصحابة ويضرب في القرآن وفي كل ما هو ديني. إن سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار خط برلين وانتصار العالم الحر كما يسمي نفسه بين قوسين، والتقلبات التي حصلت في أوروبا الشرقية، كل هذا شكل منعرجا حقيقيا في اكتساب الجرأة لمثل هذه الحركات للخروج إلى العلن. ولا ننسى الدعم الذي تتلقاه من الغرب هذه الجمعيات وجمعيات الأمم المتحدة والمجتمع المدني المدعوم من دول غربية وضغط المؤسسات الدولية. وهنا وجب التوضيح، فلا يمكن الحديث عن حركة أمازيغية موحدة في المغرب، لأنها أصلا تتميز بكثرة أهدافها وتتخبط في مطالب وأفكار غير واضحة، ودخولها في حرب مع الدين الذي يشكل المساس به عند المغاربة خط أحمر، وكذلك التبعية للخارج وبعدم وضوح استراتيجياتها وممثليها. هذه الحركة التي انطلقت من الوسط الجامعي ثم تطورت لتصبح حركة جمعوية تتجاوز خطوط ما هو ثقافي إلى ما هو سياسي، وأخيرا التدخل في المدونة وارتباط المغاربة بعقيدتهم وأشياء أخرى لا داعي لذكرها، وهي تنشط حتى في بعض الأحزاب السياسية، والتي حتى وإن لم تكن تدعمهم بشكل رسمي وواضح، فهناك رؤساء أحزاب يحملون نفس الفكر المتطرف يدعمونهم ويوفرون لهم مساحات شاسعة من أشكال الدعم. فاصل قصير ونلتقي إن شاء الله. سيداتي سادتي، مرحبا، نشكر لكم دعمكم للقناة، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد. يشكل ميثاق أكادير 1991 أول بيان وطني للحركة الثقافية لأكادير بالمطالبة بسياسة لغوية ديمقراطية، كما قالوا أساسها الاعتراف واحترام الحقوق اللغوية والثقافية المشروعة لمختلف مكونات الشعب المغربي من أجل بناء ثقافة وطنية ديمقراطية، وكأننا نعيش في بلد يهضم حقوق مواطنيه. لماذا هذه البكائيات؟ زائد أننا نحن مغاربة، نحن كلنا مغاربة، يجمعنا هذا الوطن، لا شيء غير هذا. يعني هذه الأشياء تبقى أشياء ثانوية، يبغي الإنسان الذي يفعلها يبغي من ورائها أشياء أخرى. الأمازيغيون في المغرب على غرار القبائل في الجزائر، وما جانا من هذيك الجزائر سبحان الله العظيم غير المشاكل والحماق وشي أشياء اللي هي غريبة. كل شيء كيجينا من تمك، كل شيء، أي حاجة ماشي طبيعية كتجينا من تمك. على غرار القبائل في الجزائر ينتجون خطابا مستوردا من الغرب. كانت الحركة الثقافية الأمازيغية التي ظهرت بعد الربيع الأمازيغي الذي حصل في منطقة القبائل تريد توحيد كل الطاقات ما سموه بالنضال من أجل تعزيز اللغة والثقافة الأمازيغية والدارجة المغربية الشعبية، بينما الواقع يقول أن الحركة الثقافية الأمازيغية غير مهيكلة وتعيش في فراغ فكري، وتغلب عليها الأيديولوجيا الإلحادية، ودائما ما يسودها الغموض، وتطغى عليها النزاعات العرقية، وتتخبط ما بين الثقافي والسياسي، بل وتخلق النعرات في المملكة المغربية الشريفة.
ومنغمسة في تناقضات أخرى، هي إدخال الثقافة الأمازيغية في صراع هوياتي والذي يتأسس على الاعتراف بأمازيغية الدولة. فما لبثنا نرى سوى انقسامات بين من ينهج الفكر القومي الماركسي أو الفكر الإسلامي السلفي أو الانغماس المتطرف في النمطية العرقية، بينما نحن كلنا مغاربة تضللنا ملكيتنا الراسخة في عقولنا وقلوبنا كمغاربة. كان عمل الجمعية المغربية للبحث والتبادل محصورا في إصدار مجموعة من الكتب، هذا هو اللي بدأوا به، في إصدار مجموعة من الكتب التي تتحدث عن القصة الشعبية والشعر الشعبي والغناء دون ذكر لاسم الأمازيغية. وفي حدود نهاية السبعينيات أو السبعينات عرفت الناظور تأسيس جمعية الانطلاقة الثقافية التي تخرج منها فنانون معروفون في بداية الثمانينيات. وبعد أحداث ما عرف بالربيع الأمازيغي 20/4/1980 بالقبائل تأسست الجامعة الصيفية بأكادير، والتي لم تتوقف في إقامة أول لقاء صيف 1981. وقد يعتبر هذا التأسيس أول بادرة للتنسيق بين الفاعلين الأمازيغيين، ويمكن اعتبار هذه المرحلة انتقالية من العمل السري إلى العمل العلني. وبعد هذه المرحلة عرفت الساحة الفنية المغربية ظهور فنانين يغنون من أجل الثقافة والهوية الأمازيغية، حيث خرجت الأمازيغية من النخبة أو النخبوية إلى العامة. وبعد عودة عدد كبير من الطلبة الحاصلين على الدكتوراه في نهاية الثمانينيات من فرنسا في اللسانيات الأمازيغية، وجد هؤلاء مشكلا عويصا في الولوج إلى سوق الشغل، لأن تخصصهم لا يوجد بالمغرب. إذن فما عليهم إلا ركوب حصان الأمازيغية والمطالبة بإدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية حتى يتسنى لهم إيجاد مناصب شغل، وهذا ليس لسود عيون الأمازيغية ولكن لمصالحهم الخاصة، ولكن فقط للخروج من عالم البطالة حسب ما قال أحدهم. إلى وقت قريب أو بعيد لم تكن هذه النعرات أو المطبات العرقية تزعج أحدا من المغاربة. كنا في الحي نعيش، أو في الحي يعني في الزنقة ديالنا كنا نعيش كعائلة واحدة، لا نعرف ولا نريد أن نعرف ولا نسأل من يعيش معنا لا من أين أنت ولا ما هو عرقك، لأننا كنا نعتبر وما زلنا وسنبقى نعتبر أنفسنا كلنا مغاربة، أبناء هذا الوطن الذي يجمعنا وتوحدنا فيه مقدساتنا وتوابتنا. إلا أن المفارقة بدأت تظهر للوجود عندما أصبح رواد الأكاديمية الأمازيغية لباريس ورواد المؤتمر العالمي الأمازيغي يعتبرون سكان أفريقيا الشمالية سكانا أصليين تمت إبادتهم وهضم حقوقهم. ولكن حين يضعونهم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمدافعين عن حقوقهم في كفة واحدة مع السكان الأصليين في أمريكا الشمالية والجنوبية الذين أبيدوا عن آخرهم وحرموا من أبسط حقوقهم، وأستراليا وأفريقيا، فهناك يكمن التزوير والكذب والتباكي على الوهم وتفريق الشعب المغربي الواحد. فالمغاربة كانوا دائما أسيادا في وطنهم، ولم تمارس عليهم حرب إبادة كما حصل للسكان الأصليين في شمال وجنوب أمريكا. فما هذا الهراء الذي وصل إليه هؤلاء، وما هذه الهرطقات؟ دمتم في حفظ الله ورعايته. كان معكم الشاعر إبراهيم قاسم جنون، إلى لقاء آخر إن شاء الله.